ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده احكي لكم حدوته جميله قوي قوي قوي. يلا نبدا بقى، وهي عن رمضان. كل سنه وانتم طيبين يا اصحابي. يلا نبدا. ماما يا ماما، انا وانا جايه في الشارع مع بابا لقيت ناس كتير قوي 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 بيعلقوا زينه ومشغلين اغاني جميله قوي في الشارع. هو في ايه؟ انت ما تعرفيش ان رمضان بكرة يا حبيبتي ولا ايه؟ يعني ايه رمضان يا ماما؟ رمضان ده يا حبيبتي شهر في السنة، وربنا امرنا ان احنا نصوم فيه. هو انت عارفة يعني ايه صيام؟ لا يا ماما، مش عارفة يعني ايه اصلا صيام. الصيام ده ركن من اركان الاسلام الخمسة، وربنا امرنا ان احنا نصوم فيه عدد ساعات معينة، يعني من اول ما الفجر يأذن لحد ما المغرب يأذن، وأول ما المغرب يأذن وعلى طول نفطر، ونكرر ده كل يوم لحد ما الشهر يخلص. يعني يا ماما ما ينفعش ناكل ولا مصاصة ولا عصير ولا هوز ولا شيبسي حتى ولا أي حاجة خالص طول اليوم؟ يا حبيبتي. طيب يا ماما، ليه ربنا أمرنا بكده؟ حلو جدا السؤال ده يا جودي. ربنا أمرنا بكده علشان حاجتين. أول حاجة عشان نتعلم الصبر، يعني يبقى الأكل والمية قدامنا بس مش مسموح لينا أبدا إن احنا ناكل ونشرب إلا في ميعاد معين، فكده احنا لازم نستنى الميعاد ده ولا هو المغرب. فاحنا بالطريقة دي بنتعلم الصبر. والحاجة التانية إننا نحس بالفقراء إنهم بيجوعوا وبيبقوا محتاجين حاجة اسمها صدقة عشان يقدروا يوفروا لنفسهم ولولادهم الأكل. ولما نحس بإحساسهم أكيد هنعرف قد إيه هو شعور متعب جدا وصعب، ونحس بيهم ونتصدق لهم. أصل الصدقة دي حاجة ضرورية جدا، وما ينفعش اللي معاه فلوس يبقى طماع ويهتم إنه يكترها وبس، وما يراعيش مشاعر اللي محتاج ويساعده. ربنا لما بيأمرنا بحاجة بتكون حاجة مهمة وبيعلمنا بيها حاجة، واحنا لازم ننفذ أوامره علشان نتعلم ونحاول نخليه راضي عننا وكمان مبسوط مننا. فهمتي يا ماما؟ بس تيتا يا ماما تعبانة جدا وكل شوية تاخد دواء طول اليوم، هي هتصوم ازاي؟ ولو ما خدتش الدواء هتتعب جدا. لا يا حبيبتي، ما هو ربنا مدي ناس رخصة انهم يفطروا ومش هيتعاقبوا على ده، زي الاطفال الصغيرين زيك يا جودي يا حبيبتي. وزي الناس المريضة، وكمان لو حد مسافر مسافة طويلة. يا ماما، ده ربنا بيحبنا جدا وحاسس بكل واحد فينا. طبعا يا حبيبتي، شفتي انا وبابا بنحبك ازاي؟ ربنا بقى بيحبك اكتر ما احنا بنحبك، ونفسه يدخلك الجنة انت وكل الناس اللي خلقها. طب يا ماما والنبي انا عايزة اصوم، ينفع يا ماما؟ بليز بليز. ينفع بس صعب عليكي شوية. طب احنا ممكن يعني نختبر نفسنا. جربي وشوفي، قدرتي تكملي اليوم قدرتي، ما قدرتيش خلاص لما تكبري ان شاء الله. هقدر يا ماما ان شاء الله، اوعدك. ماشي يا حبيبتي، بس انت كده لازم تتسحري. يلا بقى تعالي معايا ساعديني علشان نحضر السحور. حاضر يا ماما. جت جودي تاني يوم صحيت من النوم وما كانتش جعانة خالص. فرحت قوي وقالت ده الصيام سهل جدا. امال ماما كانت بتقولي ليه انه صعب عليا؟ وعد الوقت يا صحابي ووصلوا العصر. ياه انا جعانة جدا، انا مش قادرة استحمل، ده طلع صعب جدا الصيام. وفضل جودي بطنها توجعها من الجوع. طب وانا بقى هاخد شوية بسكوت من غير ما ماما تعرف واكلهم في الجنينة بعيد جدا عن ماما، وبكده هتفتكر اني صمت وتقولي شاطرة يا جودي. وكانت لسه جودي هتاكل بسكوتة دخلت عليها مامتها. انت بتعملي ايه يا جودي؟ ولا حاجة يا ماما. بس ماما قفشتها وشافت البسكوت.
انت بتفطري يا جودي ومستخبية عشان ما اشوفكيش؟ لكن جودي خافت تكذب عشان هيديها ذنوب ربنا. انا اسفة جدا 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 يا ماما، ما كنتش اقصد اعمل كده، انا بس كنت بصبر نفسي بشوية بسكوت بس لحد ما المغرب يأذن، ما كنتش اقصد يا ماما سامحيني. ماما سألتها وقالت لها انت صايمة ليه يا جودي؟ عشان ربنا يبقى مبسوط منك ولا عشان انا ابقى مبسوطة منك؟ لا عشان ربنا الاول وبعدها حضرتك يا ماما، عشان تقولي بس عليا شاطرة. طب احنا مش شايفينك يا جودي، ولو ما كنتش دخلت عليكي وشفتك وانتي بتحاولي تفطري وتصبري نفسك كنت هصدق انك صايمة. بس يا ترى ربنا كان هيصدقك؟ انت ما تعرفيش يا جودي انك لو كنت مستخبية في اي حتة في العالم ربنا كان هيقدر يشوفك، وربنا ما يضحكش ابدا عليه، وهو شايفنا في كل وقت وعارف احنا بنعمل ايه وكمان لسه هنعمل ايه، وهو اكتر حد فهمنا وعارف نيتنا. انا اسفة يا ماما، انا بعد كده هحاول استنى لحد اذان المغرب. بصي يا جودي يا حبيبتي، انا قلتلك امبارح انك لسه صغيرة والصيام صعب عليكي شوية، واتفقنا انك هتجربي وتشوفي، ممكن تفطري عادي ومش هكون زعلانة لان سنك صغير لسه. انما طالما قررتي انك تعملي حاجة يبقى تعمليها صح، لانك عاملاها لربنا، فلازم تكون حاجة مظبوطة مش اي كلام وخلاص. فهمتي يا حبيبتي؟ انا اسفة يا ماما. ولا اي حاجة، انت لسه صغيرة ولسه بتتعلمي، وان شاء الله لما تكبري هتكوني شاطرة. وراحت جودي بسرعة على اوضتها وخدت جزء عامة وقرأت شوية قرآن، وبعدها اتفرجت على كرتون، وبعد شوية كمان رسمت شوية. فجأة لقت أذان المغرب بيأذن. الله أكبر الله أكبر. فجأة ايه ده الوقت عدى وما حسيتش بيه. وبالطريقة دي اكتشفت حل جميل للجوع، انها تشغل نفسها شوية وقت في حاجة تعملها، هتلاقي الوقت عدى بسرعة جدا ولا كأن في حاجة. مش كل شوية نقعد نبص في الساعة ونسأل ماما ونفكر في المكرونة الاسباجيتي والبانيه والملوخية والمية والبطاطس ونجوع نفسنا اكتر. اشوفكم على خير في حدوتة جديدة مع فريدة، توحشوني جدا. باي.